نجم برشلونة يحسم قراره بشأن الرحيل في يناير. خليفة بوسكاتس في كامب نو، تطور جديد بشأن صفقة انتقال الفتى الذهبي إلى برشلونة. تشافي يفاجئ الجماهير قبل مواجهة أوساسونا اليوم. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا بتوقعاتكم في التعليقات عن مواجهة أوساسونا اليوم. وإذا كنت من محبي النادي الكتالوني برجاء الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك أخبار النادي فور نزولها، وعمل اللايك ومتابعة لصفحتنا. نجم برشلونة يحسم قراره بشأن الرحيل في يناير. حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قراره بشأن الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويواصل البرصا تحضيراته استعدادا لخوض مواجهة هامة أمام أوساسونا مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر الإسباني. ومن جهته فقد علق رونالدو أراوخو مدافع برشلونة على الأنباء التي تم ترديدها مؤخرا بشأن رحيله عن النادي الكتالوني مع اهتمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بضمه. وصرح أراوخو الانتقال إلى بايرن ميونخ في كل فترة انتقالات تظهر قصص عني. قالوا أيضا أني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي. وتابع بحسب ما نقل فابريزيو عبر حسابه بشبكة الأكس تركيزي الآن ينصب على برشلونة وأبذل قصارى جهدي من أجل البرسا وبنسبة 100%. وتم الحديث إنه لشرف كبير أن أرتدي شارة القيادة في برشلونة هنا. أشعر بمسؤولية تجاه هذا الأمر. خليفة بوسكاتس في كامب نو، تطور جديد بشأن صفقة انتقال الفتى الذهبي إلى برشلونة. يرغب الفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة في التعاقد مع صفقة مدوية خلال الفترة المقبلة. ويخطط الفريق الكتالوني لضم لوكاسفا بذلك بيرجفال لاعب وسط الديورغريس السويدي. وأكد الصحفي ماتيو موريتو أن نادي برشلونة لم يتخلى عن فكرة التعاقد مع لوكاس بيرجفال، ويستعد برشلونة لبدء مفاوضات جديدة مع اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة. اللاعب صاحب 17 عاما منجذب جدا لفكرة الانضمام إلى صفوف البرسا. أما بالنسبة للمعوقات المالية التي ستواجه البرسا في الصفقة وانتقاله فغير صحيح أن النادي يطلب 15 مليون يورو للتخلي عنه، فالمبلغ أقل من ذلك بكثير. تشافي يفاجئ الجماهير قبل مواجهة أوساسونا اليوم. تحدث المدرب الإسباني تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن مواجهة أوساسونا المرتقبة الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى حديث عن المرشح للفوز باللقب. وقال تشافي في المؤتمر الذي يسبق اللقاء: نحن المرشحون في نصف النهائي، نتقبل ذلك ونأخذ الأفضلية، لكن أوساسونا يهيمن في كثير من فترات المباراة وسيكون الأمر صعبا، لكن بالنسبة للفوز بالبطولة فلسنا المرشحين بوجود ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وواصل: قلت بالفعل أننا نفتقر إلى القوة خاصة في منطقتنا، تلك التي تمنحنا الأمان والثقة فيما يتعلق باللعب، إنها تثقل كاهلنا أكثر بكثير. لقد قدمنا في العام الماضي وكنا في غاية الصلابة. وأكمل: لا نعرف النهج الذي يتبعه أوساسونا، لكن لديهم مدرب عظيم، لديهم أشياء واضحة، لاعب وعمودي ومباشر، فريق بدني يدافع بشكل جيد للغاية. لقد جعلوا الحياة صعبة بالنسبة لنا. فزنا في بامبولونا وأعتقد ذلك كان عادلا، وهم يمكنهم الضغط علينا في كل مكان بالملعب، ومدربهم مدرب عظيم. وعن جاهزية كانسيلو وبودري قال: نحن متفائلون أكثر مع بودري، تمتع بأحاسيس جيدة منذ أيام، لكن بالنسبة لكانسيلو يبدو الأمر معقدا لمباراة اليوم. سنرى كيف هي الأحاسيس، ولكن بودري الأقرب للعودة. وشدد كوتش برشلونة: العلاقة عموما بين اللاعبين إيجابية للغاية، لقد أدركوا أنهم إن لم يقدموا 100% من المستوى فلن يحققوا الفوز. أعتقد أنهم يرون مدربا مقتنعا بهم ويمنحهم الثقة. أنا جيد للغاية على مستوى الحديث الفردي مع اللاعبين، ونحن متحدون، وهذه هي أحاسيسي. ويدخل برشلونة المواجهة في ظل إصابة إينيغو مارتينيز وبودري وكذلك جواو كانسيلو، بالإضافة للحارس تير شتيغن وجافي أصحاب الإصابات الطويلة. ومن المتوقع أن يشارك ليفاندوفسكي في هجوم الكتالوني بجانب فيران توريس ورافينيا، مثل ما دفع بهم تشافي ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني بالجولة الماضية. وعن تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني: حراسة المرمى إيناكي بينيا، وخط الدفاع جوليس كوندي، رونالدو أراوخو، أندرياس كريستنسن، وكذلك بالدي. وسط الملعب: سيرجي روبرتو، فرينكي ديونغ، إلكاي غوندوغان،
خط الهجوم رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي. ويستعد البرسا لمواجهة نظيره ساسونا مساء اليوم الخميس الموافق لل11 يناير من العام 2024 ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. ومن المقرر أن تقام أحداث المواجهة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 بتوقيت المملكة العربية السعودية. بيكي يعلن عودته لكرة القدم عبر بوابة التدريب. أعلن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكي عن دخوله عالم التدريب في كرة القدم بعد إعلان اعتزاله ممارسة كرة المستديرة بشكل نهائي في نوفمبر 2022. وكان بيكي قد أطلق مشروعه الخاص بإقامة دوري كرة قدم للهواة الكينغز ليج في إسبانيا. تمكن من جلب بعض نجوم كرة القدم للمشاركة فيه بعد بضعة أشهر من اعتزاله. وعبر حسابه الشخصي على منصة الأكس أكد بيكي عن عودته لكرة القدم، ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء وليس في الملعب. وقال بيكي في بيانه: إنها سنة جديدة، وبعد تفكير مليء قررت العودة إلى كرة القدم، أشتاق إليها كثيرا. هذه المرة لن أكون كلاعب، سأتجه للتدريب، سأعلن عن المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع. تحرك رسمي من لابورتا، برشلونة يرفع عرضه لضم صفقة جديدة. يسعى البرسا للتنقيب في سوق اللاعبين عن خيار مناسب لترميم خط الوسط بعد إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي الفترة الماضية. وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن البلوغرانا يحاول بكل قوة. السويدي لوكاس بيرغفال لعب بذلك ديورغاردينس السويدي خلال الميركاتو الشتوي نحو ضمه. وتابعت النادي الكتالوني رفع عرضه المادي إلى 6.5 مليون يورو من أجل تأمين وصول لاعب الوسط السويدي الشاب نحو كامب نو والظفر بخدمات صاحب 17 عاما فقط. وأضافت: رغم رفع برشلونة العرض المادي إلا أن نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني يبقى سعي نحو الفريق للعرض الأكبر لضم اللاعب والذي يبلغ 8.5 مليون يورو، لكن لا يوجد اتفاق مع أي ناد في الوقت الحالي. وتحرك رجال خوان لابورتا لجلب اللاعب الذي يصنع الفريق في الوقت الراهن رفقة فريق بذلك ديورغاردينس بالعاصمة السويدية ستوكهولم. برشلونة يحدد موقفه النهائي من رحيل ثنائي الفريق. حسم نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا موقفه النهائي من رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرتبط كل من ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو ثنائي الفريق الكتالوني بالرحيل عن ملعب كامب نو في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري. وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة الكتالوني قررت عدم استمرار ألونسو في صفوف الفريق بالموسم المقبل بعدما خرج من حسابات النادي. وتبعت البلوغرانا سوف يبحث في سوق اللاعبين عن ظهير أيسر مجاني أو التعاقد مع لاعب بنظام الإعارة حتى يكون بديلا للاعب الإنجليزي الذي يغادر بنهاية الموسم. وأضافت إدارة برشلونة قررت التراجع عن قرار رحيل روبرتو عدم تجديد عقده، حيث استقرت على استمراره ومنحه عقدا جديد بعدما أبدى تشافي هرنانديز المدير الفني رغبته في استمرار اللاعب.